السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة مهمة جدا، ألا وهي أهم أدوية قرحة المعدة اللي بتكون موجودة في الصيدلية، وإيه هي أهم المواد الفعالة اللي بتستخدم لعلاج قرحة المعدة. ولو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول ومش يفوتك منها أي حاجة خالص. أول عيلة معانا تستخدم لعلاج قرحة المعدة وهي عيلة البروتون بامب انهبيتورز، ودي عيلة بتعمل على تقليل إنتاج الأسيد عن طريق إنها بتقفل الإنزيم الموجود في جدار المعدة والمسؤول عن إنتاج الأسيدز. وبما إن الأسيد ده هو المسؤول عن تكوين القرح في المعدة والإثنى عشر، فعيلة البروتون بامب انهبيتور بتقلل الأسيد ده وبالتالي هتمنع تكوين القرح في المعدة. طبعا أهم المواد الفعالة اللي بتكون موجودة في العيلة دي، أول مادة فعالة هي الأوميبرازول، ودي بيكون ليها 3 تركيزات: 10 مللي جرام و20 مللي جرام و40 مللي جرام. وأهم الأدوية اللي بتكون فيها هي الإبيرازول، الإستوهالت، فاست كيور، الجازك، والجاسترازول، والجاسترولوك، والهيلسك، والهايبوسيك، واللوزك، والنابيزول، والأوميجاسترازول، والأوميباك، والأوميز، والبيبزول، والرايزك، والألسستوب. تاني مادة معانا موجودة في العيلة دي وهي البانتوبرازول، ودي بتنزل بتركيزين وهما ال20 مللي جرام وال40 مللي جرام. وأهم الأدوية اللي بتحتوي على المادة دي هي الأنتوبرال، الكونترلوك، ديلبنتو، الفيوتابان، الجردازولين، والمالوكس كنترول، والبنتازول، والبانتولوك، والبانتوميريكين، والبانتوبي، والبانتوبرازول، والبيبتولوك، والبيرلوك، والبروتوفيكس، والبروتولوك، والسترينجازول، والزوركال. تالت مادة معانا في العيلة دي وهي مادة الإيزومبرازول، ودي بتنزل في السوق بتركيزين: 20 مللي جرام و40 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في المادة الفعالة دي هي ال AIG إيزومبرازول، الإزماتاك، الإيزومبامب، والإزموراب، والإيزوبروتوكول، والإيزوميلودان، والإيزوميبكس، والإيزوميوم، والإيزوبيروكسان، والإيزوجاست، والكليمازيس، والنيكزيكيور، والنيكزيماش، والنيكزيوم، والبروتوبان. رابع مادة فعالة معانا في العيلة دي وهي الرابيبرازول، ودي بتنزل بتركيزين وهما ال10 مللي جرام وال20 مللي جرام. وأهم أدوية موجودة في العيلة دي هي البيبرا، والبرناوي، والايديزول، والباكريدو، والبارت، والرابيبراكيل، والرابيبرازول، والرابيزول، والرابيسيد، والالسيروستيت. خامس مادة فعالة معانا في العيلة دي وهي اللانزوبرازول، ودي بتنزل بتركيزين: 15 مللي جرام و30 مللي جرام. ودي أهم الأدوية اللي بتكون فيها الجاستروكيور، واللانتانون، واللانزوفيوتال، واللانزور، واللوبرال، واللورال، والبيبتازول، والبيبتولانز، والزالنز، والزوليباك. آخر مادة فعالة في عيلة البروتون بامب انهبيتورز وهي الديكسلانزوبرازول، ودي بتنزل بتركيزين: 30 مللي جرام و60 مللي جرام. والأدوية اللي موجودة في السوق منها مش كتير قوي، زي الديكساويست، الديكسيلانت، والدوكسيرازول، واللانتوبيب، والبروتولانز، والألسيزول. في بقى بعض الشركات أضافت للبروتون بامب انهبيتورز، أو بمعنى أصح مادة الأوميبرازول، أضافت عليها صوديوم بايكربونات، ودي بتنزل بتركيزين:
20 على 1100 و40 على 1100. ودي بتكون في أصناف معينة زي الأسجوفانس، الداونبرازول، الأومي كاربكس، والأومي هيلث، الستومي جاز، التريتو ألس، والزارو برازول. وبكده عيلة البروتون بامب انهبيتورز تكون اتشرحت كليا وما نسيناش فيها أي حاجة خالص. وأهم ما يميز عيلة البروتون بامب انهبيتورز إن هما بيكونوا شبه بعض جدا، ويعتبر كلهم كويسين جدا لعلاج قرحة المعدة. بس الأدوية دي ممكن تختلف في طريقة تكسيرهم في الليفر، وكمان ممكن يختلفوا مع بعض شوية في الدراج انتراكشن. وطبعا أغلب البروتون بامب انهبيتورز بيكونوا ممنوعين في الحمل، ولو اتوصفوا في الحمل بيكونوا بأمر طبيب متخصص بس. نيجي لتاني عيلة معانا وهي عيلة ال H2 بلوكرز، والعيلة دي برضو بتعمل على تقليل كمية الأسيد، بس مش بتكون بنفس كفاءة البروتون بامب انهبيتورز، لأن البروتون بامب انهبيتورز بتقفل مضخات البروتون نفسها، إنما ال H2 بلوكر بتقفل مستقبلات الهستامين بس. لكن ال H2 بلوكر بيكون ليها ميزة عن البروتون بامب انهبيتورز إنها بتكون أأمن منها شوية. والعيلة دي طبعا عبارة عن 4 مواد: رانيتيدين، سيميتيدين، فاموتيدين، والنيزاتيدين. بس للأسف مادة الرانيتيدين اتمنعت وما عادتش بتتصنع لأن ليها أضرار كتيرة جدا. وبرضه مادة السيميتيدين ما عادتش بتستخدم قوي، وبتستخدم في شكل أمبولات بس. فاحنا كده هنتكلم عن مادة الفاموتيدين ومادة النيزاتيدين. أول مادة معانا وهي الفاموتيدين، ودي بتنزل بثلاث تركيزات: 10 مللي جرام، 20 مللي جرام، و40 مللي جرام. وأهم الأدوية اللي بتكون فيها الأنتودين، والإبسيفام، الفاموتاك، والفاموتين، والجاسترودومينا، والجاستروفام، والبيبتيك، والبيبتوفام، والسيرفيبيب، والألستيك. تاني مادة معانا وهي مادة النيزاتيدين، ودي بتنزل بتركيزين وهما 150 مللي جرام و300 مللي جرام. وأهم الأدوية اللي بتكون تبع المادة دي هي الأكزين، والنيزاتيك، والنيزاتين، والراسبتلوك، والألسفري. وبكده نكون لخصنا كل أدوية قرحة المعدة الموجودة في الصيدلية، وأتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة دي. وفي النهاية لو الحلقة دي عجبتك ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك، لأن دي حاجة بتشجعنا جدا في عمل الفيديوهات الجديدة. وياريت لو تعمل شير للحلقة دي مع أصحابك عشان يقدروا يستفادوا منها في التدريب الصيدلي. ولو لسه مش اشتركت في القناة ياريت تشترك عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.